هل يمكن أن تكون الشام ساحة لنقل المعركة بين جبهة النصرة وبين الغرب؟ بالنسبة لجبهة النصرة، التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن حفظه الله الدكتور أيمن حفظه الله الدكتور أيمن حفظه الله الدكتور أيمن حفظه الله بالنسبة لجبهة النصرة، التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن حفظه الله هي أن جبهة النصرة مهمتها في الشام هي إسقاط النظام ورموزه وحلفائه، أقصد كحزب الله وغيره، والتفاهم مع الفصائل لإقامة حكم إسلامي راشد ينعمون به أهل الإسلام. ماذا لو استمر القصف الأمريكي عليكم وعلى مقراتكم واغتيال رجالكم؟ الخيارات مفتوحة، ومن حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه. الخيارات مفتوحة. التوجيه الذي أتانا إلى هذا الآن هو بعدم استهداف الغرب وأمريكا من الشام، ونحن ملتزمون في توجيه الدكتور أيمن حفظه الله. بقوة السلاح هم من سيغيروا هذا الوضع الذي هم عليه، لا مؤتمرات جنيف ولا جلسات في واشنطن ولا أمم متحدة ولا غيرها. هل يمكن أن تكون الشام ساحة لنقل المعركة بين جبهة النصرة وبين الغرب؟ بالنسبة لجبهة النصرة، التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن حفظه الله الدكتور أيمن حفظه الله الدكتور أيمن حفظه الله الدكتور أيمن حفظه الله بالنسبة لجبهة النصرة، التوجيهات التي تأتينا من الدكتور أيمن حفظه الله هي أن جبهة النصرة مهمتها في الشام هي إسقاط النظام ورموزه وحلفائه، أقصد كحزب الله وغيره، والتفاهم مع الفصائل لإقامة حكم إسلامي راشد ينعمون به أهل الإسلام. ماذا لو استمر القصف الأمريكي عليكم وعلى مقراتكم واغتيال رجالكم؟ الخيارات مفتوحة، ومن حق أي إنسان أن يدافع عن نفسه. الخيارات مفتوحة. التوجيه الذي أتانا إلى هذا الآن هو بعدم استهداف الغرب وأمريكا من الشام، ونحن ملتزمون في توجيه الدكتور أيمن حفظه الله. بقوة السلاح هم من سيغيروا هذا الوضع الذي هم عليه، لا مؤتمرات جنيف ولا جلسات في واشنطن ولا أمم متحدة ولا غيرها.